لما انا اجي اشوف مثلا الصوره دي اللي هي بتعبر بالنسبه لي مثلا عن الانفتاح والاتصال، اللي هو الكونكشن بين الداخل والخارج. شوف كده، هي العلاقه بين التصميم الداخلي والحديقه الخارجيه. شوف عندي عرض الفتحات وارتفاعها. كمان هتلاقي في عندي كمان فتحه في السقف هنا. طيب، الهدف من التصميم ان المصمم عايز يقلل الاحساس بالحاجز او الفاصل بين الداخل والخارج، واستخدم الزجاج هنا كأداة. طيب يعني هو التصميم بتاعي الزجاج بس؟ لا، هو الزجاج أحد الأدوات اللي استخدمها المصمم عشان يحقق الكونسبت بتاعه. طيب لما نيجي نشوف فكرة تانية زي، طب بالنسبة للواجهة الأولى دي، هل دي الطريقة الوحيدة لتحقيق الانفتاح أو الكونكشن؟ لا. بص هنا على المثال ده برضو، أنا عندي هنا علاقة قوية بين الداخل والخارج، لكن الترجمة المعمارية هنا مختلفة. أنا عندي هنا واجهات زجاجية هنا، كل ده زجاج، وعندي هنا برضو الواجهة دي تكملتها زجاج، وعندي هنا المدخل برضو فيه زجاج وفراغات مفتوحة، وعندي هنا تراس وفي لاندسكيب، كمان ارتفاع كبير. فالمصمم هنا مش بيتعامل مع الواجهه كحائط عليه شباك، لا، لكن بيحاول يخلي الواجهه حلقه وصل بين الفراغ الداخلي وبين الفراغ الخارجي.